السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو كيهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج واللي كاينين دابا في المغرب وكيرجعوا لأوروبا. وهذا الفيديو راه تصور نهار 18 البارح 18/8/2023 وبالضبط في المنطقة الحدودية ما بين إسبانيا وفرنسا. هذا الفيديو كنأكد ماشي في اتجاه انك غادي لاسبانيا، وانما في اتجاه انك جاي من اسبانيا راجع للدول الاوروبيه مثلا فرنسا، بلجيكا، المانيا، هولندا. هذه الجاليه المغربيه راه كيعانيو اخواني الكرام لساعات وساعات في هذه المنطقه اللي بين لا جونكيغا، يعني هذا اخر فيلاج اللي كاين في اسبانيا، وما بين بيربينيو اخر مدينه في الجنوب الفرنسي. وهاد الناس اخوتي العزاز راه بحثت في الموضوع ما بين الاصدقاء اللي دازوا من تما يوميا ساعه ونص ديال لي بوشون تما كيبقاو مبلوكيين، ما يقدروش يتحركوا كاع. وانا هاد الشيء عاد دزت البارح من تما، جيت انا من فرنسا، انا في اسبانيا حاليا في مدينه خيرونا، فعينت هاد الشيء بعيني. هاد الشيء راه صورته لكم باش تعرفوا انه كتبقاو تما يعني ما بين ساعه ونص حتى لجوج سوايع وكثر، تقريبا 10 ديال الكيلومتر صورتها انا براسي ديال هاد الزحام هذا. وراه ماشي كيتحركوا، راه كيبانوا بالكاميرا دابا بحال كيتحركوا، راه واقفين اخوتي، واقفين يعني قبل البياج ديال فرنسا، وزيد عليها 10 كيلومتر كتبقى واقفين تما وفوق القنطره، والشمس والحراره يعني ما تقدرش تحركوا. الناس اللي عندهم البز، الاولاد الصغار، الناس اللي عندهم ناس كبار معاهم في السياره، وقله الماء والحراره بزاف، وتخيلوا وفي وسط لوتوروت وما تقدروش تخرجوا من لوتوروت وما بين الجبال. يعني صعيب الحال. الانسان يدير الاحتياط ديالو. حاولوا ما امكن تدخلوا فرنسا والساعه تكون الليل ماشي بالنهار. هذه نصيحه اولى. النصيحة الثانية اللي غنعطيكم بحكم أنني ساكن في فرنسا وكنعرف المنطقة وكنعرف الظروف يعني والحالة ديال الطريق كل مرة كتبدل، أبار أنكم تحاولوا ما أمكن تدخلوا فرنسا بالليل، ديروا مجهود، ديروا استراحة في اسبانيا، تنعسوا في اسبانيا، ديروا أحسن، يعني تخسروا فلوس كتر وما تكرفسوش على ولادكم بهذه الطريقة. ثاني نصيحة هو أن أنا كنقترح هذه من جهتي، لأنه ولو كيكون فيه الزحام حتى هو، ولكن دوزو من ناسيونال. ملي غتوصلوا لجونكيغا، يعني لا جونكيغا، يعني راكم عارفين ديك البلاصة قبل بيرتوس، ديك الفيلاج ديال فرنسا الصغير كاع، قبل هذه البلاصة هذه اللي كتشوفوها دابا، هذه راه هي المنطقة الحدودية اللي كيكونوا فيها البوليس فوق القنطرة. قبل من هذه وانتم في اسبانيا غتقلبوا على الطريق ديال الناسيونال، غتبدلوا تخرجوا من لوتوروت، فهمتي؟ في لا جونكيغا غدوزوا من الناسيونال. غتقولوا لي ناسيونال حتى هو كيكون عامر، وفعلا كان عامر البارح، ولكن اخوتي العزاز ناسيونال كيكون فيه عندك واحد لافونتاج انك توقف بالسياره ديالك الا لقيتي شي بلاصه توقف تنفس، تشري شي حاجه، تشري الماء. المهم ماشي بحال هاد لوتوروت راه ما كاين في هاد البلاصه هادي، ما كاين لا باحات استراحه، لا قهوه، لا ستاسيون غازوا، لا والو. هما هنايا كما كتشوفوا وصلنا لاسبانيا، يعني في التراب الاسبانيه. هذه هي البلاكه اللي كتشهد باش تعرفوا اننا في الحدود ما بين فرنسا واسبانيا، والمنطقه كتكون واعره يعني صعيب تدوزوها بولادكم وبالعائلات. الله يجزيكم بخير. حاولوا ما امكن تغيروا المسار ديالكم وتدوزوا عبر الطريق الوطني اللي هي ناسيونال ماشي لوتوروت، احسن واحسن. هذه نصيحه فقط للجاليه المغربيه، والباقي عليكم انتم اللي كتعرفوا شنو غديروا، والله يجيبكم على خير كاملين.